ازيكم؟ دي طريقة تعملوا بيها صينية فراخ، لو جربتوها مرة مش هتبطلوا تعملوها. مش بس عشان الفراخ طرية كده ومستوية، لا دي مستوية جدا كمان، لا عشان هي غرقانة في صوص فظيع مع الخضار، وتحفة تحفة بجد. والتتبيلة بتاعتها ملهاش حل وسهلة جدا، ويعني تنفعك كده في العزومات وفي الأزمات. تمام، يلا نشوف الطريقة بتاعتنا مع بعض. شايفين المنظر عامل ازاي؟ يلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هنبدأ نعمل التتبيلة بتاعتنا. التتبيلة بتاعتنا عبارة عن معلقتين صلصة، وبرضو حوالي معلقة او معلقتين كاتشب، ومعلقتين لبن حليب، وشوية خل وشوية زيت، وليمونة، ونمكس الخليط ده كله مع بعضه. بعد كده بقى هنجيب التوابل بتاعتنا. التوابل بتاعتنا بقى عبارة عن ايه؟ فلفل اسمر، كمون، كزبرة، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، يعني وبعدين في توابل فراخ. توابل الفراخ دي بتجيبيها من عند العطار، بتبقى عايزة توابل فراخ بجد بتودي التتبيلة في حتة 10 خالص، يعني مش حتة تانية، لا حتة 10. بنمكس بقى التتبيلة كلها مع بعضها، وبنجيب الفراخ بتاعتنا. انا كنت عاملة هنا وراك فراخ اسمها نصين، بتجيبيها بقى وتبدأي ايه، تغرقيها كلها بالتتبيله كده من كل اتجاه، بتبقي مفتحه فيها فتحات في اللحم بتاعها، وبتشيلي الجلد وتحطي بين الجلد وبين اللحم. طبعا يا جماعه انا مش لابسه جوانتي عشان انا بغسل ايدي، وده الاكل بعمله لاولادي، ف يعني انا شغل طبيعي، يعني ده الموضوع طبيعي، واكيد كلنا في بيوتنا كده مش بنلبس جوانتي، عشان برضو ما يجيش حد يعلق يعني. وبعد كده بغطيها وبعينها في التلاجة بالتتبيله بتاعتها. بجيب بقى ايه، عندي خضار، اي خضار عندي. انا حطيت بطاطس وبصل وفلفل اخضر وطماطمايه قطعتها معاهم، وبقيه التتبيله بتاعتي بروح جايباها وحطاها على الخضار بتاعنا دوت، واقلبها كويس جدا جدا لحد ما الخضار ده يتشرب التتبيله جدا، يتشرب من التتبيله اللي انا كنت عاملاها للفراخ، وبركنه برضو على جنب. وطبعا كل ما حطيناها في التتبيله وقت اكتر، زي ما انتوا عارفين الفراخ عموما لو حطيتيها كل ما حطيتها في التتبيله وقت اكتر بتستوي احسن، وبيبقى طعمها اجمل. بجيب بقى الصينيه بتاعتي واحط فيها الخضار، طبعا بعد ما سبته برده شويه في التتبيله. ارص الخضار كده بالشكل اللي انتوا زي شايفينه، وزي ما قلت لك اي خضار عندك او اي خضار بتحبيه حطيه في الصينيه دي. وهجيب بقى الفراخ بالتتبيله بتاعتها كده وارصها فوق الايه، فوق الصينيه. بعد ما ارصها بقى بيبقى في شويه تتبيله كده باقيين في الطبق، بنحطهم ايه عليها. وبعد كده بحطها على النار الاول. انا بحب اي صينيه الاول احطها على النار الاول، تاخد غلوه كده، تستوي شويه على النار، تاخد غلوه كده او اتنين على البوتاجاز من فوق. وبعد كده احطها في الفرن، تاخد في الفرن حوالي ربع ساعه او 10 دقايق.